انا هبدأ بقى امري لله. طيب، موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع انا بعمله غصب عني، انا مجبر اعمله لان انا جه قدامي حادثة مدمرة او مداوية او ايا كان هنسميها ايه مع بعض. راجل واقف بيتخانق مع مراته الست بتاعته، وعنده 3 ولاد كبار في سن 10 15 20، يعني فوق بعض كده، فرق السنوات اللي هي المعتاده بتاعتنا كمصريين، اللي هو 2 3 بين كل من كل ابن والتاني. ف الراجل وهو بيتخانق مع مراته، عندهم خلاف مادي مع بعض، فبيتخانقوا بيقلوا ادبهم على بعض ومش عارف ايه، وقام الواد اللي ابنها الصغير او ابنها المتوسط ايا كان من فيهم بالاتفاق معاها قام ماسك التليفون ومصور ابوه وهو بيتخانق مع عمه، فامه بتشتمه وبترد عليه. فالراجل كان الاول بيتكلم، بعد كده بقى بيزعق، بعد كده وصل لمرحله انه هيمد ايده عليها. يعني اتطور التطور المنطقي لاي خلاف بين اي شخص والاخر، مش هقول لك بين اي راجل وست، بين اي شخص وشخص والطرف الاخر يعني. فالواد اول ما الست مسك، يعني اول ما الراجل مسك في مراته، قام في ثانيه الا ثانيه قام مديها عبس يا لهوي ومش عارف ايه وزيت وصويت اللي هو عايز الناس تسمع بينا، وهوبا الولا زي ما يكون واخد اوردر من امه قام نازل جري رايح على فين؟ قام نازل جري فاتح باب الشقه ونازل ومخبط على كل البيبان بتاعت الجيران، وهوبا الجيران طلعوا عليهم في الشقه وراحوا شايفين الست طبعا وهي لابسه لبس البيت والراجل برضه لابس لبس البيت، وقاموا بيسلكوهم من بعض في نص في نص الشقه. طبعا يعني ده مشهد ممكن يبان طبيعي او يبان عادي، الا وان انا عايز احلله معاكم كده وعايز اديكم نصيحه في الاخر، عشان يمكن نكون كلنا لسه ما اتحطناش في موقف زي كده، ووارد ان 99% مننا يتحط في موقف زي كده، ان يكون عندك خلاف مع الست بتاعتك او انت عندك خلاف مع زوجك، وهوبا خلفنا عيال، هوبا اتورطنا في بعض، هوبا عايزين نسيب بعض، بس هي هتاخد مني الشقه وهو اللي مش عارف مش هيصرف عليا، ده هيصرف على مزاجه، او ده هو مش عارف ياخد منه لا حق ولا باطل، طب دي مش عارف هتحبسني، ده هتعمل لي قايمه. كل الكلام ده ممكن يمنع الشركاء الحياه ان هم ما يسيبوش بعض. فانا النهارده عايز احلل الحادثه دي، وعايز اقدم لكم حل يلخص القصه دي كلها، وبعد ما اخلص الله بامر الله هاخده انزله على منصه تانية لونها احمر كده انتوا عارفينها، عشان انتوا تبقوا لو حد عايز يرجع يتفرج عليه مره تانية. اول حاجه لاحظتها وجننتني فكره ان ازاي طرف من الطرفين اللي هو الاب والام يحرض احد الابناء او يحرض الابناء على خيانه وخذلان الاب او الام. يعني انا اب اهو، اقوم قاعد مع اولادي متفق معاهم عايزكوا نتقلب على ماما كلنا، او الام زي ما حصل في الفيديو كده، احنا كلنا هنتقلب على بابا. اول ما تلاقوني بتخانق معاه واقوم طقطق ومسك فيا، تقوم ماسك الفيديو مصوره ونازل انت مخبط على البيبان مطلع لي الجيران على فوق، عشان ايه؟ نعمل عمليه اثبات حاله، عشان هو راجل شرير. هو راجل شرير، انا ما عنديش شك في ذلك، او ما عنديش يا ستي ما عنديش ذره دفاع عنه ان هو انسان كويس ولا انسان مش كويس، ده مش شغلي وده مش موضوعي ومش دوري. بس فكره ان انت تستغل جيش اللي هم ولادك ضد ابوهم، او العكس راجل يستغل ولاده ضد امهم، دي جريمه بشعه. دي جريمه بشعه، انت يعني بتدربيهم وبتمرنيهم، او بتدربهم وتمرنهم على الخيانه. خيانه مين بقى؟ خيانه اقرب الناس. يعني هو مش مدي اخوانا ان ابنه بيصوره، ولا مدي اخوانا ان انت اللي بتاكلي وتشربي من خيره، او بتاكلي وتشربي في بيته هتصرخي وتلم عليه الناس، ولا مدي اخوانا ان واحد ابنه التاني هينزل يخبط على الجيران عشان يطلعه. فايه ده؟ ايه ده؟ طبعا دي حياه بشعه، دي حياه بشعه لا اتمناها لنفسي ولا ليك ولا لألد اعدائي ولا لاي بني خلق ربنا. بس للاسف احنا كمصريين عندنا ازمه كبيره، وهي الجهل والتخلف والفقر وضعف الاراده. يعني اللي هو ايه، كانت عندي جدتي الله يرحمها كانت تقول لي ايه؟ انت قصير النحيزه. يعني دي كلمه فلاحي معناها ايه؟ ان انت ما عندكش استعداد تتعب، او ما عندكش استعداد تقوم تتحرك من مكانك عشان تغير الوضع اللي انت فيه، او تحرك او تغير الحركه اللي انت فيها. اني كانت مثلا عايزاني اقوم اروق الاوضه بتاعتي، او عايزاني مش عارف اقوم اعمل الواجب، فبتحركني بان هي بتعبر عن ان انا كده شخص اسمي بالنسبه لها قصير النحيزه. خدت لي بال سيادتك انت؟ ف الحل ايه؟ يعني الحل ايه والنصيحه ايه اللي انا محتاجه اقدمها لك، واقدمها لنفسي بصوت عالي، واقدمها لاي حد
يهمه امر زي ده، ان انت تفشل في اختيار الشريك المناسب للحياه، ده مش نهايه الدنيا. انت بتعيش عمر من، يعني نقول اول ما جبت 20 سنه انت تعيش عليهم 30 40 كمان، هتعيش عليهم 30 40 كمان. سيبك من اول 20 سنه دول اللي انت اتكونت فيهم عشان تكون بني ادم كامل، خلاص بقيت شاب. هتعيش بقى على ال 20 سنه دول 20 30 40 كمان بالكتير قوي، هتموت وانت عندك 60 سنه بالكتير. فكره انك تبقى في منتصف العشرينات، في اول الثلاثينات، في نص الثلاثينات حتى، واكتشفت ان انت عايش مع شريك مطلع منك اسوأ نسخه منك، مخليك بتضرب بتشتم، ده كذكر انا بتكلم في ده في الاول، بتضرب بتشتم بتهين بتكسر، بتقف وقفه كده وانت بتخانق معاه تبص لها في عينيها كده كانكم بتتخانقوا مع بعض، دي جريمه في حق نفسك قبل ما تبقى جريمه في حقها. انت ليه توصل يا ابني للمرحله دي وانت بني ادم طبيعي زيك؟ يعني انت ليه توصل لمرحله انك بقيت واقف كده وبتبص لها وتقول لها مش عارفين ايه وبتشتمها وبتقبح واولادك شايفين ده؟ ليه يا ابني؟ ليه؟ ما انت قادر تقول ستوب. نكمل ناحيه البنت اللي كان نقول لك الستوب ازاي. انت ليه تبقى عايشه مع راجل بيشرب مخدرات وبيكسب من طريق لا يرضي الله، وراجل غير محترم ومش مشرفك قدام اهلك ومش مشرفك قدام اللي منك، وحاسه معاه ان انت مش واخده حقك، او حاسه معاه ان انت اقل من اخواتك واقل من بنات خالاتك واقل من صحباتك واقل من جيرانك، حاسه ان انت مش راضيه عن نفسك ومش راضيه عن الحياه اللي انت عايشاها؟ ايه اللي يجبرك على الاستمراريه؟ ايه اللي يجبرك على الاستمراريه؟ ليه تطلعي انت كمان نسخه اسوأ بان انت تحرضي ولاده عليه علشان يصوروه وهو بيضربك، وولاده ينزلوا يخبطوا وتعملوا فضيحه وفيديو كليب ومصر كلها تتفرج، وولادك دول في المدرسه اصحابهم يعايروهم ويوروهم الفيديو وتعملوا لهم عقده نفسيه؟ طب ليه ما نوصلش عند نقطه الستوب؟ طيب نقطه الستوب بتكلف ايه يا محمد عند الذكر وبتكلف ايه عند الانثى؟ نبدا بالذكر اللي بتبقى نقطه الستوب صعبه عليه حبتين عن الانثى، وهي القايمه، وهي الشقه، وهي الحضانه بتاعت الاطفال ان انا هبعد عن ولادي، وهي ان انا التكاليف دي كلها هتخليني من الصعب جدا ان انا ابدا اكون بيت جديد، لان تقريبا هي ممكن تاخد 3/4 الدخل بتاعي لو انا بشتغل في مصر هنا، تقريبا هتاخد 3/4 دخلي، فحياتي هتتدمر، هتحرم من ولادي، وهتاخد مني شقتي اللي هي ان كان بقى ورث من ابويا وامي ولا انا اجتهدت قبل ما اشتريتها، وهتاخد مني الفلوس النص ولا 3/4 الفلوس، هتبقى قاعده في شقتي، وممكن تتجوز في شقتي، ولو اتجوزت هروح اطالب بحضانه العيال، هيقول لك لا ده حضانه العيال لامهم، يعني هتبقى قاعده هي وجوزها الجديد وعيالي بياكلوا ويشربوا على حسابي من النفقه اللي بدفعها وفي جوه بيتي. فالراجل يقعد يحكم عقله قصدي، ويقول لنفسه لا ده انا مش هسيبها تنتصر عليا بنت 60 كلب، ده انا هكفرها في عيشتها، اخليها هي اللي تطلب مني الطلاق وهي اللي تطلب مني الخلع، او هي اللي تقول لي ده انا هبريك من كل الحق والمستحق، ده انا هخليها تقول ان الله حق. ممكن يبقى عنده نيه في الاصلاح انه يخليها قال ايه لما هيعمل معاها كده، انا هتقول ان الله حق، او ان تيجي منها وهي اللي تقول ايه ده انا هبريك من كل الحق والمستحق ومش عايزه منك حاجه. ده موقف الراجل. موقف بقى الست لو بلغت من العمر ال35 او ال40 سنه او ال30 سنه، او هي لا تمتلك من الجمال القدر الكافي اللي يخليها تقول لنفسها هو انا لو اتطلقت منه دلوقتي هو انا في راجل تاني هيبص لي؟ ده انا لما ازداد اتجوزت ممكن تكون مش حلوه، والبنات دلوقتي كلهم حلوين، كل البنات دلوقتي عمالين يروحوا يعمل لك فيلر وبوتوكس وتنظيف بشره ومش عارف ايه وايه وايه، والبنات على قفا مين يشيلوا، وفي معنسات في السن ال30 وال35 وال40 برضه لحد النهارده في معنسات كتير، فهي سوقها هيبقى واقف سنتين 3 10 ايا كان بقى، يا مني من صعيد من فلاحين من وجه بحري من المدينه من القاهره ايا كان هي منين، سوقها مش هيبقى ماشي، فتقول لك اهو راجل والسلام، اهي عيشه والسلام. طب انا هتطلق اروح على فين؟ ده لسه حباله طويله، ده بلطجي، ده ممكن ما اعرفش اخد حق ولا باطل معانا، لسه كل ده في علم الغيب. طب خليني قاعده، طب عشان العيال، طب الحكايه، طب الروايه، طب التيت، طب الشريط، فبتبقى برضه زائد بقى ضغط مين كمان يا ريس؟ زائد ضغط ابوها وامها واخواتها ان ما تتطلقيش وتخربيش على نفسك، فبتقول لنفسها لا ده انا هقعد وخليه بق ولا يعيد ولا يزيد معايا، انا هقف له بقى الكلمه بكلمتها وهحرض عليه العيال وهعمل 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 وهعمل. طيب احنا دلوقتي بني ادمين عاقلين، واتفرجنا على فيديو بتاع حمو دلوقتي وشفنا ان فعلا احنا ليه ندمر عمرنا؟
احنا غلطنا في اختيار الشريك الاولاني. من الوارد جدا ان كلنا ممكن نختار غلط، لانك ممكن في الاول تختار اندفاع عاطفي، ممكن تختار اندفاع جنسي، ممكن تختار اندفاع وصولي ان هي غنيه وابوها صاحب شركه وانك عايز تشتغل عندهم، ممكن تختار اندفاع ان هي دي اللي قدامك وخلاص واللي على قد ايدك. فعندك بدل الدفع 4 انك تندفع وتختار غلط. ممكن احنا قلنا عاطفي، خلاص مش هقول خامس، هم 4 بس. ممكن تختار تحت اي بند من الاربعه دول. طب انا غلطت ونتج عن الزيجه دي طفل او طفلين، طب هسيبهم لمين؟ طب هعمل ايه؟ طب هخلي ايه؟ ايه المشكله لما بدل ما اتخانق واقل ادبي وامد ايدي عليها وهي ترد عليا وتجيب لي اخواتها وتجيب لي عمامها ويقعدوني في قعده واقعدهم في قعده؟ ايه المشكله لما نقعد مع شريك الحياه ده، ايا كان راجل ولا ست، ايا كان مين اللي ناوي يقعد القعده دي، ونتفق على حل يرضي الطرفين بما يرضي الله. نتفق اتفاق ونروح لمحامي نوثقه امضائيا بيني وبين الست بتاعتي او بين الست بتاعتي وانا. طب ايه هو الاتفاق ده يا محمد؟ ان انا اجري 10 قروش. ليه يا بنت الناس تذبحيني وترفع عليا قضايا ونبهدلوا نفسنا وهتصرفي دم قلبك على المحاميين دول رايحه جايه؟ والمحاميين بالذات مع قواضي الطلاق خلي بالكم بيبقوا شايفين الانثى دي فريسه. يعني اوعوا تفكروا ان الست بتدفع اتعاب ماديه بس، لا، ممكن تدفع حاجات تانية كتير. عندها استعداد لو هي عايزه المحامي ده ينجز معاه ويبقى ظهرها وسندها، لو هي كمان حلوه شويه عندها استعداد تدفع حاجات تانية كتير. فاحنا هنا بايه؟ ما احنا زي ما دخلنا بمعروف نخرج بالمعروف ويبقى في تسريح باحسان. ايه المشكله لما نقعد نتفق؟ انا داخله 10 قروش، انت هتاخدي مني بما يرضي الله 40% من دخلي تحت بند نفقه العيال وانك قاعده بتربيهم. 40% فقط، مش 50 ولا 60 ولا 70. 40% فقط عشان يكون عندي 60 ان ابدا حياه جديده. انا وانتي نبدا ندور لك على طريقه تشتغلي بيها شغلانه عشان تحسني دخلك الشخصي كمان. وعايزه تفضلي قاعده في الشقه لحد حضانه العيال لحد ما يكبروا، انا ما عنديش مشكله عشان انت سايبها لاولادك الشقه، المسكن، ولا حتى لو هتدفع لها ايجار ما انت سايبه لاولادك. ايه المشكله انك تقعد تتكلم معاها وتتفق معاها الاتفاق ده كتابيا عند محامي وتمضوا عليه انتوا الاثنين بالموافقه ان اتفق الطرفان على ان كذا 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 بما يرضي الله. وتقول لها هسيبك يا بنت الناس تشوفي حياتك، عايزه تتجوزي اتجوزي، وانا عايز اتجوز وكل واحد فينا يشوف حياته بما يرضي الله. احنا غلطنا غلطه ونتج عنها احلى حاجه في الدنيا اللي هي اولادنا دي، واحنا ما ينفعش نخليهم يشوفونا واحنا بنتخانقوا، ولا يصورونا واحنا بنتخانقوا، ولا الجيران يطلعوا علينا واحنا بنتخانقوا، ولا الفيديو يطلع ترند واصحابهم في المدرسه يعايرون بينا. تعالي نتفق بما يرضي الله. عايز تتجوزي اتجوزي، مش هقفلك في الجواز. عايزه تعملي اعملي وانا مش هقفلك في اي حاجه، خلاها ربنا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ تعالي نعمله كده واقنعها واقنع نفسك وساعدها واهلها على ده. دور لها على شغل عشان تنزل هي كمان تكون عندها مصدر دخل. ايه المشكله يعني؟ اعمل كده. بس بشرط كمان، صحيح كنت هنسى، ده مسموح لها تتجوز ومسموح لها تعمل وتعمل وتعمل، بس ده في حاله بس هتسيب لها العيال في حاله ان هي قاعده بيهم ما اتجوزتش. اول ما تتجوز البنت، لو الزيجه بتاعتهم دي انتجت ان فيها بنت، البنت لازم ترجع لابوها. وده برضو لازم تمضيها عليه ان انا ما ربيش بنتي مع جوز ام ابدا ابدا تحت اي بند. فلو هقدم نصيحه اخيره قبل ما اختم اللايف دلوقتي ورا، لو انتوا عاملين لي رساله عشان انا مقفل البتاع ده عشان ما اشوفش. اول حاجه حصل خلاف او بقالنا 10 15 سنه مع بعض قضينا، ما نضربش بعض وما نشتمش بعض وما نفضحش بعض. وما ينفعش حد فينا يحرض الولاد على ان انت معايا وضد بابا، ده بابا اللي وحش ولا دي ماما اللي وحشه. ونتفق لا تاكلني ولا اكلك. ما الست قادره تاكلك وتمص دمك خلي بالك، وانت قادر تتبلطج عليها وتقول لها هركب على وشك ميه نار وهعمل 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 وتبقى خايفه منك. نتفق على حل يرضي الطرفين بما يرضي الله، نعمله كتابيا. 100% الست حقها تتجوز لو انفصلت، وانت حقك تتجوز. 100% البنت لو الزيجه دي انتجت ان الخلفه بنات مش ولاد، البنت لازم ترجع لابوها في حاله انت اتجوزتي. ده طبعا تحت اطار ان احنا عاملين اتفاق كتابي وموثق في الشهر العقاري ان احنا اتفقنا على كده، عقد شراكه بكذا، ان البنت لو اتجوزتي لازم ترجعها لي عشان مش هرضى ان هي تربى مع جوز ام. لان انتوا طبعا عارفين جوازات الام الوضع عامل ازاي. احنا نتجنب الشبهات، مش هنقول هي تتجوز واحد شرير، هي كده كده جاهله ومتخلفه وجعانه زي ما انت جاهل ومتخلف وجعان، ده اساسي.
يعني خلي بالك انا بخاطب الفئه دي من المجتمع. ففكره ان انت هتلاقي واحد تاني يبقى طيب ولزوز ودكتور ولا طيار ولا مهندس ولا مش عارف ايه، دي استبعدناها خالص. انت لازم تقعد مع واحد عرباجي تاني سواء توك توك شبهك وشبه اللي انت كنت متجوزاها قبل كده. فضمانا للحقوق احنا ما ندمرش الولاد او البنات معانا، نعمل اتفاق كتابي ان البنت ساعه ان انت تتجوزي ترجع لابوها. ابوها مش خطر عليها، انما جوز امها في احتمال شبهه ان هو خطر عليها. بس انا هو ده كل اللي حبيت اقوله، كلامي عشوائي وملخبط بس يلا ما علينا. نشوف بقى ايه، حد كتب اي حاجه ولا محدش كتب حاجه؟